بزاف ديال الناس كيتسائلوا على حقوق الأجير ملي كيتسالى ليه عقد الشغل. إذن شنو هي التعويضات اللي كيضمنها القانون المغربي في حالة إنهاء العقد؟ يلا نشوفوا هادشي بالتفصيل. باش نفهموا هاد الحقوق مزيان غادي نقسموا الموضوع لثلاثة ديال التعويضات أساسية، كل واحد فيهم عنده الشروط وطريقة الحساب ديالو. نبداو بالنوع الأول. أول تعويض كيضمنه القانون هو تعويض مهلة الإخطار. ببساطة هذا التعويض كيتعطى في الحالة اللي المشغل كيفصل الأجير على غفلة بلا ما يعطيه مهلة كافية باش يقلب على خدمة أخرى. الفكرة الأساسية هنا واضحة، القانون كيعتبر أن الأجير عنده الحق في الأجر ديال المدة ديال الإخطار اللي ما احترمهاش المشغل. يعني هاد التعويض بحال كيجي في بلاصة الخلصة اللي كان خاص ياخدها، يلا خدم ديك المدة. واللي زوين في هاد التعويض هو أن حسابه سهل، المبلغ ديالو كيساوي تمام الأجرة اللي كان ممكن الأجير يتخلصها خلال مدة الإخطار. نعطيو مثال، إلا كان الصالير 5000 درهم ومدة الإخطار هي شهر، فالتعويض هو 5000 درهم نقطة. ولكن ردوا البال، كاين واحد الاستثناء اللي هو مهم بزاف وكبير. هاد التعويض ما كيبقاش عند الأجير الحق فيه إلا كان طرد بسبب خطأ جسيم، وطبعا خاص هاد الخطأ يكون مثبت. هذه نقطة حاسمة وغادي نرجعوا ليها من بعد. ومن المعلومات المفيدة اللي خاص تعرفوها هي أنه خلال مدة الإخطار الفعلية، يعني يلا الأجير بقى خدام، القانون كيعطيه الحق يتغيب وهو مخلص، غير باش يقلب على خدمة جديدة. اوكي، دابا ندوزو للتعويض الثاني واللي بزاف كيعتبروه هو الأهم. علاش؟ لأنه مرتبط مباشرة بالمدة اللي دوزها الأجير في الشركة، يعني الأقدمية. هذا هو تعويض الفصل. باش شي واحد يستافد من هذا التعويض ضروري توفروا فيه جوج ديال الشروط، وهادشي كيوضح لنا مزيان علاش ديك المدة ديال 6 أشهر مهمة بزاف في قانون الشغل. وهذه كتبين لنا مدى صرامة القاعدة ديال 6 أشهر. يعني واخا يكون ناقص غير نهار واحد على 6 أشهر، الأجير ما كيبقاش عنده الحق في هذا التعويض. طريقة الحساب هنا كتعتمد بشكل مباشر على الأقدمية. كلما الأجير خدم مدة أطول، كلما زاد عدد الساعات لكي يتعوض عليها عن كل سنة خدمة. كيف ما كنشوفوا كتبدأ ب96 ساعة في ال5 سنوات الأولى، وبتطلع حتى كتوصل ل240 ساعة بعد 15 عاما ديال الخدمة. كاين واحد النقطة مهمة بزاف هنا، وهي شنو كنقصدوا بالصالير في الحساب. راه ماشي غير الأجر الأساسي وصافي، القانون واضح كيدخل معاه حتى العلاوات والبريمات، ولكن في المقابل كيستثني منه تعويضات على المصاريف بحال التنقل أو الماكلة. وفوق هاد الشي كامل يلاه المحكمة حكمت بأن الطرد كان تعسفي. هنا كيتزاد الحق في واحد التعويض آخر اللي هو التعويض على الضرر اللي تسبب فيه هذا الفصل التعسفي. وهذه واحد المعلومة اللي تقدر تفاجئ بزاف ديال الناس. تعويض الفصل ديال ممثلي الأجراء الرسميين كيتم المضاعفة ديالو، يعني كيضرب في جوج. هذه حماية إضافية لهذه الفئة من الأجراء. دابا وصلنا للاستثناء الأكبر والأخطر، الحالة اللي كتقدر تلغي جميع التعويضات اللي دوينا عليها قبل. كنتكلموا على الفصل بسبب الخطأ الجسيم. إذن النقطة الحاسمة هي يلا تبت على الأجير أنه ارتكب خطأ جسيم، جميع الحقوق ديالو فتعويض الإخطار وتعويض الفصل كتمشي، يعني صفر تعويض. ولكن المسألة ماشي بهذه البساطة بالنسبة للمشغل. القانون كيفرض عليه مسطرة إجبارية ودقيقة بزاف، وعندها آجال محددة قبل ما يقدر يثبت الخطأ الجسيم، خاصو يتبعها بالحرف. وهذا الشيء كيوضح لنا بواحد الشكل رائع الحماية اللي عطاها القانون للأجير. يعني أي فشل من المشغل في اتباع هذه الخطوات كيقلب الطرد قانونيا لطرد تعسفي، وهذا الشيء كيرجع الأجير الحق الكامل في التعويضات. إذن معرفة هذه القواعد ماشي مجرد معلومات عامة، هي السلاح الأول والأهم، هي الخطوة الأساسية باش نضمنوا الحقوق ديالنا ونتأكدوا إنه أي قرار كيتخذ كيكون في إطار القانون وبشكل عادل.